ارتفعت الحصيلة الأولية لضحايا حادث المرور المأساوي بين حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط أضرار تمنراست وسيارة بقرية أتول بولاية تمنراست على مستوى الطريق الوطني رقم 1 إلى وفاة 34 شخصا وإصابة 12 آخرين بجروح. على كل حال اليوم سجلنا على مستوى الطريق الوطني رقم 1 على مستوى منطقة أتول حادث مرور أليم بين حافلة لنقل المسافرين قادمة من ولاية أضرار بالضبط من مدينة ألف في اتجاه مدينة تمنراست اللي اصطدمت مع سيارة نفعية. الحادث هذا مع كل أسف خلف 34 ضحية ربي يرحمهم، وهنا بهذا المناسبة الأليمة نوجه التعازي للأهالي الضحايا ونطلب من الله العلي القدير لهم الصبر والسلوان. وأيضا هناك 12 إصاباتهم متفاوتة موجودين على مستوى مستشفى مدينة تمنراست، فيهم 5 تلقوا العلاج وغادروا المستشفى، و7 حالات منهم 2 حالات راهم في الإنعاش، و5 راهم في الاستعجالات يتلقوا في العلاج. على كل حال كل المصالح لهذا الحادث الأليم تجندت، سواء مصالح الدرك الوطني ولا الحماية المدنية، وأيضا الأطقم الطبية اللي يعني قامت بهذا العمل بهذا الواجب في ظرف قياسي. والآن حاليا احنا موجودين بالمستشفى باش نتابعوا هذا الوضعية، وأيضا سجلنا حضور الجهات القضائية اللي تابعت العملية من بدايتها لنهايتها. إذا نتمنى الشفاء العاجل للجرحى اللي راهم موجودين في المستشفى، ونترحموا على هؤلاء الضحايا ونطلب من ربي إن شاء الله يصبر أهاليهم. سجلنا هذا اليوم تدخل على مستوى قرية أتول تبعد على مقر الولاية ب20 كيلومتر، حادث مرور خطير سجل في على مستوى هذه القرية. الحادث يتمثل في كوليزيون ما بين سيارة وشاحنة، خلف هذا الحادث وللأسف الشديد 34 ضحية متوفاة في عين المكان، 6 تم نقل على مستوى المستشفى، تم نقل 12 ضحية، 6 موجودين على مستوى الاستعجالات تقدم لهم الإسعافات الأولية، و2 على مستوى مصلحة الإنعاش. المصالح المتدخلة للحماية المدنية تتمثل في الوحدة الرئيسية والمركز المتقدم تمنراست بتعداد 6 سيارات إسعاف تابعة للحماية المدنية، 3 شاحنات، 5 سيارات إسعاف تابعة للمصالح الاستشفائية. هذا اليوم وقع حادث مميت للمرور بالطريق الوطني رقم 1 بالضبط على مستوى قرية أتول بين مركبة نفعية نوع هيليكس وحافلة نقل مسافرين خط أولف ولاية أضرار تمنراست. أسفر الحادث المميت للمرور عن وفاة 34 شخص وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تمثل في حروق مع الاحتراق الكلي للمركبتين، وذلك بسبب الاصطدام العنيف بينهما. أسباب الحادث تتمثل في السرعة المفرطة والسير في الاتجاه المعاكس بالنسبة للمركبة هيليكس. السرية الإقليمية للدرك الوطني بتمنراست فتحت تحقيق في الحادث. ننصح مستعملي الطرق على أخذ الحيطة والحذر والالتزام بقواعد السياقة السليمة واحترام إشارات المرور.